حراسة المرمى بالرقم 31. على اليمين كرار سالم 12. على الشمال أحمد خالد 35. ديار ياخي 6. سامسون دار 2. وسط الملعب سامي هين 77. محمد سادات 55. ستار ياسين 25. على اليمين رامسيس 15. على الشمال حسام جاد الله 99. ووليد كريم بالرقم 27 في خط الهجوم. إذا ما زلنا ننتظر بداية أحداث شوط المباراة الأول. فريق أربيل قادم من فوز على الحدود بهدف، والنفط قادم من فوز على ديالى بهدفين مقابل لا شيء. وأولى المباراتين التي جرتا قبل قليل ديالى يحقق فوز على الجوية بهدفين لهدف، وزاخو يخسر من نفط ميسان بهدف. إذا ما زلنا ننتظر انطلاق أحداث شوط المباراة الأول من لقاء نادي زي السماوي. طبعا في نفس التوقيت تجري مباراة الزوراء والقرمة. غدا الخميس الطلبة يواجه الكهرباء، النجف يواجه كربلاء، والميناء يواجه الشرطة. تنطلق أحداث شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة لمصلحة نادي أربيل، ترتد الكرة إلى خارج ملعب الرمية جانبية لمصلحة نادي النفط. أحمد خالد على التنفيذ، حكم يعيد الكرة إلى مكان حدوث خروج الكرة. شحة جماهيرية لنادي أربيل، اعتدنا أن نشوف جماهير أنديتنا الشمالية تملأ مدرجات الملعب. وأمس كان اللاعب رقم 12 له دور كبير في تحقيق دهوك اللقب الأول عراقيا في بطولة أندية الخليج بنسختها الجديدة. ألف مبروك لدهوك، ونتمنى الحضور الجماهيري يتزايد. النتائج ربما تلعب دور بحضور جماهير نادي أربيل. شيركو يحاول، شيركو 8 أهداف وضاغط عليه سامسون داري، والكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. هذا سمير صديق بابو مدرب فريق نادي أربيل. نلعب بالدقيقة الثانية من عمر المواجهة. هنا يوسف بن سودة، عادل نعمة مع مساعد إبراهيم عبد نادر والمشرف جاسم محمد جاسم. كرة تبعد من سامسون، ترتد وسط الملعب. سامي هين، ستار ياسين، سريع الكرة إلى حسام جاد الله، تعود الكرة إلى أحمد خلف محمد سادات. وسط الملعب ملعوبة لمصلحة نادي أربيل، ترتد الكرة أقرب لها رامسيس. رامسيس يموه، يعيد الكرة إلى الخلف، تعود الكرة إلى كرار سالم. كرار إلى سامي هين أو إلى اللاعب محمد سادات. محمد سادات مرة أخرى إلى كرار. كرار سالم، وسط الملعب سامي هين. كرار من جديد، كرار يلعب الكرة طويلة، طالت الكرة أقرب لها ربين سولاقي، يلعب الكرة تد قصيرة، محاولة لفريق النفط مرة أخرى. سامي هين يتوغل، سامي يلعب كرة وربين يبعدها إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة النفط. رمية جانبية، هذا وربين سولاقة. سامي هين، سامي عرضية بالرأس مقطوعة، مرت من روى يوسف إلى ركنية لمصلحة نادي النفط. روى يوسف أبعد الكرة. هذا هو هيليو مونتيرو اللاعب البرازيلي، اللاعب للطلبة لأربيل، انتقل للطلبة وعاد بالانتقالات الشتوية. رامسيس 4 أهداف هذا اللاعب. ينفذ الركنية لمصلحة نادي النفط. ذهابا وإيابا سجل على زاخو، ثم
القرمة والكرخ. تلعب الكرة بالرأس تبعد، عادت من سادات أقرب إلى شيركو. شيركو يعيد الكرة إلى الخلف، عادت الكرة إلى خالد قردغلي مرة أخرى إلى شيركو. شيركو يلعب الكرة بالمنتصف، تعود الكرة من جديد، محاولة عند اللاعب هيلو فايق. طويلة الكرة وسريع على شيركو. شيركو يستحوذ على الكرة الآن، يحاول يمر شيركو ضاغط عليه رامسيس يبعد الكرة. عادت الكرة من جديد، هيلو فايق سريع الكرة. أسامة رشيد مقطوعة من أحمد خالد، رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. لقاء الذهاب ما بين الفريقين في الجولة 17 انتهى بفوز أربيل بهدفين سجل عن طريق يوسف بن سودة وكيلان لقمان بدقيقة 34 والدقيقة 92. تقدم أربيل بهدفين على النفط وفاز في لقاء الذهاب ما بين الفريقين. الكرة تلعب، محاولة هلو فائق ترتد من الدفاع مرة أخرى. أسامة روى يوسف وتصويبة من خالد قردغلي سهلة. علي ياسين أنظف شباك في الدوري هذا الموسم شباك نادي النفط. 22 مباراة علي ياسين اهتزت شباكه 16 مرة. بينما وليد عطية زاد عن شباك النفط أيضا في 6 مباريات. هذا وليد كريم اللي سجل في شباك ديالا المباراة السابقة. كرة مشتركة مع أسامة رشيد، سريعة ملعوبة الكرة، مرت إلى هيلو فائق. ريبين سلاقة حكم المباراة السيد حيدر عدوان. 5 مباريات 24 بطاقة صفراء و3 ركلات جزاء في مباراة القرمة نفط ميسان الطلبة أربيل والقاسم دوق. ويبدو وليد كريم يشكو من إصابة. فريق نادي أربيل مثل ما ذكرت قادم من فوز على الحدود في مباريات المرحلة الثانية، لعب 7 مباريات، فاز في مباراتين وعنده مباراة مؤجلة أمام دوق، فاز في مباراتين تعادل في 1 خسر في 4، سجل 4 أهداف فقط في المرحلة الثانية وعانقت شباكه 10 كرات برصيد 7 نقاط بالمركز السادس عشر. تسديدة عالية إلى ركلة مرمى. لعب مع زاقو تعادل بدون أهداف، مع النجف فاز 2-1، فاز على خسر من القاسم بهدف، خسر من الميناء بهدف، خسر من الزوراء 4-0، خسر من الكهرباء 3-1 وفاز على الحدود 1-0. هجمة الآن، كرة خطيرة شيركو عالية برا الملعب إلى ركلة مرمى. فرصة تضيع على أربيل وعلى اللاعب شيركو. بينما النفط القادم من فوز على ديالى في مباراة المرحلة الثانية خاض 8 مباريات، فاز في 2 تعادل في 4 وخسر في 2، سجل 4 أهداف وعانقت شباكه كرتين بالمركز العاشر بنقاط 10 في المرحلة الثانية. عادل النجف بدون أهداف، النفط عادل النفط البصرة بدون أهداف، عادل الجوية بدون أهداف، عادل القرمة بدون أهداف. خسر من زاقو 2-1، فاز على القاسم بهدف، خسر من الميناء بهدفين وفاز على ديالى بهدفين. هذه نتائج الفريقين في المرحلة الثانية. ستار ياسين يسدد من بعيد وإلى الخارج. ستار ياسين كرة ملعوبة إلى الخارج إلى ركلة مرمى. هذا رامسيس أمامنا، اللاعب الكاميروني قادم من أرارات الأرميني. شوف ستار ياسين اللي سجل بالوقت القاتل في شباك ديالى، لعب الكرة إلى الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي أربيل. كرة تلعب وسط الملعب عالية، تعود مرة أخرى رأسية تلعب من اللاعب رامسيس، عادت إلى رامسيس مرة أخرى من محمد سادات إلى الجانب أحمد خالد، تعود إلى حسام، تعود مرة أخرى إلى الجانب، محاولة لستار ياسين،
ستار يلعبها عرضية سهلة إلى دولوفان، ولكن دولوفان أبعدها بقبضة إيده إلى الخارج. بالمناسبة دولوفان حارس مرمى أربيل في 19 مباراة اهتزت شباكه 28 مرة، ثاني أكثر حارس تهتز شباكه بعد صقر عجيل. صقر عجيل حارس مرمى الحدود في 14 مباراة اهتزت شباكه 31 مرة. ركنية لمصلحة النفط، عالية ملعوبة بالرأس تبعد، ضاغط النفط في محاولة تسجيل هدف. سامسون طبعا يغيب عن تشكيلة النفط اللاعب أنجل بسبب الحرمان، وحسين طارق. كرة عالية ترتد، محمد سادات يتركها، أحمد بالراس، عادت خطرة هذه، جول جول، ويا راية 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 وصفارة. وليد كريم يسجل، وهدف بداعي التسلل، هدف بداعي التسلل. هذا هو حسام شوف لا تسلل واضح، تسلل واضح. حسام جاد الله في وضع تسلل، وقرار الحكم المساعد الدولي أكرم علي قرار سليم من المساعد الدولي أكرم. وتشيكينج جول الآن يتأكد من صحة حالة التسلل. التسلل واضح، يعني ما يعني لقطة واضحة، إذا نشوفها بالإعادة واضحة. عموما يبقى قرار الحكم هو الأول والأخير بانتظار. طبعا حالات التسلل لا يعود الحكم، ينتظر قرار غرفة الفار. المساعد الدولي أكرم علي أشار وجود حالة تسلل، وبالإعادة لاحظنا تقدم اللاعب حسام. نشوف بالإعادة، وبالإعادة إفادة. هذا حسام جاد الله عنده هدفين في شباك نفط البصرة مع القاسم، ومع الحدود سجل في شباك الجوي. ما زلنا ننتظر. يعني اخواننا في غرفة الفار، احنا اذا على حالة تسلل نتأخر هالوقت هذا يعني صعب، هي حالة واضحة. تأكد من صحتها من عدمه مفروض يتم بأسرع ما يمكن. عموما القرار لأصحاب القرار، ننتظر والحكم ينتظر قرار غرفة الفار. هناك ليث فرحان وياسر هاشم. ما زلنا ننتظر تشيكينج جول، هل هو هدف أم حالة تسلل؟ والقرار عند أصحاب القرار. يلا اخوان، الله لا يحير عبده، حايرين يضعون الخط والتدقيق، واحنا نتمنى ان يخرج القرار العادل والصحيح، اذا كان هدف ام تسلل. ما زلنا ننتظر، الخط يتواجد في غرفة الفار. يلا يا جماعة، صار لنا وقت، والحالة حالة سهلة يا اخوان، الحالة سهلة يا اخوان.
ما زلنا ننتظر. يعني في كثير من الأحيان نقول إنه الفار رحمة، يعطي لكل ذي حق حقه. وجود الفار يعطي لكل ذي حق حقه. التأكد حتى لا يقدر فريق على حساب فريق. ممكن يكون هدف صح يحتسب، وممكن يلغى حتى لا يظلم الفريق الآخر. ما زلنا ننتظر وإياكم. ما زلنا ننتظر. حسام جاد الله يبحث عن الهدف. إذن حالة تسلل، والله هي من الإعادة، من أول لقطة حالة تسلل. إذن نشوفها بالإعادة. مع أول انطلاق هو في حالة تسلل، ومع الانطلاقة الثانية اللاعب الآخر في حالة تسلل. رمية جانبية. شوف بالإعادة الكرة المشتركة مع أحمد خالد. هذا يوسف بن سودة سجل في لقاء الذهاب بين الفريقين. ربع ساعة من عمر المباراة، توقف طال أكثر من 4 دقائق من أجل التأكد من حالة التسلل. والله هي من يعني احنا كمعلقين كمشاهدين من انعادة الحالة واضح التسلل، لكن يبقى هناك دقة اتخاذ القرار، وهي تحسب لحكام غرفة الفار، دقة احتساب الخطأ من عدمه. أحمد خالد 3 أهداف. وثاني أكثر لاعب ينذر هذا الموسم ب12 بطاقة صفراء. هذا أحمد خالد 12 بطاقة صفراء. وأكثر لاعب أنذر هو شهاب رزاق فرحان 13 لاعب القرن. عادت الكرة للحارس علي ياسين. كرة طويلة اللعب عالية مرة أخرى بالرأس من ديار ياخي. عادت بالرأس مقطوعة. ربين هيلو فايق. ستار ياسين تنقطع وسط الملعب وهناك خطأ. الحكم يشير للمواصلة. عادت أسامة. روى يوسف يلعب الكرة بالرأس مقطوعة من ديار ياخي. تعود الكرة من جديد إلى يوسف بن سودة. يوسف بن سودة يلعبها. ترتد الكرة من كرار سالم. كرات غير مستقرة. عادت إلى ربين. ربين يعيدها إلى حارس المرمى دولوفان مهدي. دولوفان إلى ربين مرة أخرى. ربين سلاقة 47 دولية وهدف دولي واحد في شباك فيتنام 2015. خاض أول مباراة أمام اليابان. كرة ملعوبة. طويلة الكرة اللعب بالرأس مقطوعة من هيليو مونتيرو. عادت مرة أخرى محاولة لا شيركو كريم قصيرة ومقطوعة من رامسيس إلى رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. هذا هو خالد قردغلي. وهنا محمد سادات اللاعب الغاني القادم من تيسوان مان الغاني. كرة ارتدت
أسامة طالت الكرة مقطوعة من ديار ياخي، طويلة من جديد، ترتد، محاولة روى يوسف، روى يلعبها إلى بن سودة، بن سودة بن سودة بن سودة بن سودة بن سودة، وبرافو علي ياسين، راية وصفارة وتسلل، ركلة حرة غير مباشرة، لكن كرة جميلة على طبق من ذهب اللي من روى يوسف، وهذا المساعد الثاني السيد إبراهيم أدهم عيسى يشير إلى وجود حالة تسلل واضحة 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 واضحة، حالة التسلل وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة النصر. واحدة بواحدة حالات التسلل. علي ياسين، خطأ لمصلحة نادي أربيل. ولي كريم، عرقلة لربيم سلاقة، ركلة حرة لمصلحة أربيل، دفع واضح، ركلة حرة لمصلحة نادي أربيل. كرة مرت إلى ديار ياخي. علي ياسين، علي يلعب كرة طويلة، رامسيس، قاردوغلي، خالد يشتتها، محاولة وسط الملعب، مقطوع الكرة، خطأ من جديد لمصلحة أربيل. لا فرانك سيدريك شاهدناه ولا سيفين منصور شاهدناه. خطأ الآن لمصلحة النفط، ستار ياسين يتعرض إلى عرقلة، هدف في شباك ديالة، سريع الكرة ملعوبة، ترتد لمصلحة النفط، ستار ياسين، ستار ديار ياخي، ديار يلعب الكرة 2 مقابل 1 الأخطاء، بالرأس هلو فائق إلى رمية جانبية لمصلحة النفط. حسام جاد الله يتركها لأحمد خالد، حسام جاد الله يتركها لأحمد خالد، روى حسام إلى هلا فائق، هلا يشتت كرة طويلة، سامسون داري، كرار يستقبل كرة يلعبها إلى الجانب، سامي هين يعيدها إلى رامسيس، سامي حلوة إلى رامسيس يتوغل يلعبها ولكن قصيرة، تعود إلى رامسيس، تقطع من أسامة رشيد، أسامة يلعب الكرة بالمنتصف، محاولة بن سودة، عادت سفين، وخطأ لمصلحة أربيل، خطأ لمصلحة أربيل. خطأ، عرقلة لسيفين منصور من قبل كرار، ركلة حرة لمصلحة أربيل. خطأ لمصلحة أربيل. أربيل خاض 12 مباراة على أرضه، فاز في 5، تعادل في 4، خسر في 3. تعرض إلى خسارة أمام القوة الجوية 0-2، أمام الميناء 0-1، أمام القاسم 0-1، وحقق الفوز في 5 مباريات على أرضه، على ديالى 2-1، على نفط البصرة 4-1، على الحدود 3-1، على الكهرباء 4-3، و3-1 على كربلاء. وعادل في 4 مباريات، الزوراء بهدف، النجف بدون أهداف، القرمة بهدف، وزاخو بدون أهداف. هذه نتائجه على أرضه وأمام جماهيره. سجل 17 هدف على أرضه، وعانقت شباكه 5 كرات، كرة ملعوبة، محاولة سيفين وإلى الخارج، سيفين منصور ترتطم وإلى الخارج، ركنية احتسبها الحكم،
ركنية احتسبها الحكم لمصلحة نادي أربيل. منتصف شوط المباراة الأول، سفير منصور يتوغل وعموما، بينما النفط خارج أرضه 13 مباراة فاز فيه 2 فقط، تعادل في 6 وخسر في 5. ركنية الآن لمصلحة نادي أربيل. عالية ملعوبة الكرة بالرأس، تبعد من سامهين. بن سودة من الجهة البعيدة، مقطوعة الكرة. هلا فائق، وتبعد من سادات إلى رمية جانبية لمصلحة أربيل. أربيل مثل ما ذكرت خاض على أرضه 12 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2، خسر في 3، سجل 7 أهداف وعانقت شباكة 13 كرة، وبالمجمل سجل 17، سجل في 17 مباراة وشباكة نظيفة فقط في 5 مباريات. شباكة نظيفة فقط في 5 مباريات. هذا بن سودة. بينما النفط خارج أرضه لعب 13 مباراة، فاز 2، تعادل 6، خسر 5، سجل 6 أهداف خارج أرضه وعانقت شباكة 10 كرات، وبالمجمل سجل في 13 مباراة وشباكة نظيفة في 17 مباراة. تصوروا، في 17 مباراة من أصل 27 مباراة، فقط في 10 مباريات سجل في شباك النفط. كرة خطيرة تركض وتبعد من الدفاعات إلى خارج الملعب. هجمة خطيرة، بن سودة يشكو من إصابة. بن سودة يشكو من إصابة. بن سودة يشكو من إصابة. هجمة خطيرة كانت، هجمة خطيرة كانت لأربيل. أمس كانت أمطار غزيرة حتى تعذر على الفريقين إجراء وحدات تدريبية متكاملة. نشوف بالإعادة هل كان هناك حالة تسلل. شوف يتوغل، وبن سودة والمدافع أبعد الكرة. شوف سامسون أبعد الكرة، لاعب دخل على الكرة، ومرة أخرى ديارياخي أبعد الكرة. ديارياخي أبعد الكرة بالمرة الثانية. ديارياخي أبعد الكرة. الحكم ينتظر 26 دقيقة، تعادل قائم بدون أهداف ما بين أربيل وضيف النفط. هل هناك ذهاب لغرفة الفار؟ هل هناك بنالتي؟ ننتظر قرار الحكم. وأعود لنادي النفط. تعادل مع النجف خارج أرضه بهدف، تعادل مع نفط ميسان بدون أهداف، تعادل مع القاسم بدون أهداف، تعادل مع ديالى بدون أهداف، تعادل مع الكهرباء بدون أهداف، تعادل مع نفط البصرة بدون أهداف، تعادل مع الجوية بدون أهداف. 6 مباريات، 7 مباريات تعادل بها خارج أرضه. فاز على الحدود بهدف، وفاز على القرمة بهدفين. بينما خسر في 4 مباريات. خسر من الميناء 0-2، من زاخو 1-2، من الطلبة 0-1، ومن الزوراء 3-1. 7 تعادل و4 هزائم وفوزين فقط خارج أرضه. ما زلنا ننتظر قرار الحكم. أول مواجهة جمعت الفريقين موسم 87-88 بهدف حسن هلال. فاز فريق النفط على نادي أربيل، وفي الإياب تعادل الفريقان ب3 أهداف. ما زلنا ننتظر. احنا بالاوف سايد تأخرنا 4 دقائق. بركلة الجزاء ايش قد راح نتأخر؟ هذا هو سمير صديق بابو مدرب نادي أربيل. 7 أندية فقط أبقت على مدربيها: النفط، الطلبة، أربيل، زاخو، دهوك، النجف،
والقاسم. 7 أندية، 19 مدربا بين الإقالة والاستقالة، و7 أندية حافظت على مدربيها، من ضمنهم الفريقان أربيل والنفط. ما زلنا ننتظر قرار غرفة الفار حكم المباراة، هل سيذهب للمشاهدة؟ هل هناك إشارة بالاستمرار؟ عموما الحالة، أنا باعتقادي الحالة لا تستوجب، لكن التقدير يبقى لحكم اللقاء. التقدير يبقى لحكم اللقاء. التقدير يبقى لحكم اللقاء. سامسون داري بمواجهة على الكرة مع اللاعب يوسف بن سودة. ما زلنا ننتظر شوف لاعب أربيل أقرب للكرة، نشوف قرار الحكم صاحب القرار الأول والأخير، يشاهد الحالة وهو صاحب القرار الأول والأخير. هل هناك بنالتي من عدمه؟ القرار يبقى للتشاور ما بين غرفة الفار وحكم المباراة، لكن شوف الحالة الأولى هنا يبدو أن هناك حالة تسلل، يبدو أن هناك حالة تسلل. إذا استمرت بوجود حالة تسلل لا وجود لركلة جزاء، لا وجود لركلة جزاء. إذن حالة تسلل، حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة للنفط، ركلة حرة غير مباشرة لنادي النفط. احنا نأمل نتمنى من اخواننا الحكام، عندنا حكام مرموقين، عندنا حكام رائعين، ان يقلصون الوقت بالانتظار في غرفة الفار. ركلة حرة غير مباشرة، ديار ياخي على التنفيذ، طويلة الكرة سهلة إلى دولوفان، التعادل ما زال يتواصل بدون أهداف. كرة طويلة ملعوبة من هيليو مونتيرو، روى يوسف طويلة إلى الجانب إلى يوسف بن سودة، ضاغط عليه أحمد خالد، تعود الكرة من جديد ستار ياسين، وإلى رمية جانبية لمصلحة أربيل، رمية جانبية لمصلحة أربيل. هيلو فايق ينفذها، ريبيني يستقبلها على إلى هيليو يستقبل الكرة، يلعب كرة بالمنتصف، عادت محاولة مرة أخرى، سيفين منصور، أحمد خالد على تنفيذ رمية جانبية للنفط، محاولة وليد تبعد من روى إلى رمية جانبية لمصلحة نادي النفط، رمية جانبية للنفط الآن، أحمد تتهيأ وسامهين، تعود إلى ستار ياسين، ستار يحاول، ستار عيد الكرة، وهناك سلامة اللاعبين. أولا يوقف الحكم المباراة، روى يوسف الكرة ارتطمت بجسمه، بالسلامة إن شاء الله، سلامة اللاعبين أولا. روى يوسف يتعرض للضرب بالكرة، كرة لعبها سامهين ارتطمت بجسم روى يوسف، شوفها بالإعادة، شوف هيئ كرة، خلص من لاعب، لعبها وارتطمت
روى يوسف، شوف مرة أخرى، شوف 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 وين ارتطمت الكرة. ببطن اللاعب، ببطن اللاعب. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة لروى يوسف. يتلقى العلاج الآن. الحكم أوقف المباراة، نهض روى يوسف، والحكم راح يعمل إسقاط كرة لأنه أوقف المباراة. 1 مقابل 3 تسديدات. الحكم راح يعمل إسقاط كرة إلزاما لأنه أوقف المباراة. إسقاط كرة للاعب النفط ستار ياسين. ستار بالمنتصف، محمد سادات، ديار ياخي، أحمد خالد من الجهة البعيدة. أحمد يلعب كرة عالية، وليد كريم، طالت الكرة على اللاعب حسام جاد الله، ولكن مقطوع على رمية جانبية لمصلحة فريق أربي. هذا أحمد خالد اللي أبعد الكرة. 35 دقيقة من عمر المباراة، يبقى التعادل قائم. 10 دقائق على الوقت الرسمي تفصلنا باستثناء الوقت المحتسب بدل ضائع، والتعادل يتواصل ما بين النفط ومضيفة أربي. لقاءات اليوم الأول للجولة 28 لدوري نجوم العراق. شوف ستار وسفين رمضان، سفين رمضان أو سفين منصور، سفين منصور. بالسلامة لستار ياسين. هدف في شباك ديالة، لعب لنوروز لزاخو لدهوك وللأمانة. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله لستار ياسين. عشاق وأنصار أربيل عوائلنا الكريمة تتواجد يعني في ملاعبنا الشمالية بكثرة، وفي ملاعبنا أيضا في العاصمة والمحافظات. بدينا نشوف بعد أن نظمنا بطولة الخليج وبدت العوائل الكريمة تتواجد في ملاعبنا. هذه حالة إيجابية تنطي حافز للآخرين بالحضور، وبالتالي تشجيع أنديتهم. ما زلنا ننتظر أن ينهض ستار برا الملعب يكمل علاجه. رمية جانبية، هيلو فائق على التنفيذ. عادت بروح رياضية للاعبي النفط. علي ياسين، علي كرة مقطوعة، محاولة، يا سلام حسام، تسديدة وإلى الخارج. حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لأربيل. هذا حسام جاد الله من جهة الشمال، رامسيس من جهة اليمين، وفي العمق وليد كريم. شوف وليد هيها إلى حسام، ويبدو هناك راية تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي أربيل. فريق أربيل اللي يعتمد على شرك التسلل في بعض الحالات. من دقائق تفصلنا على نهاية الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. يوسف بن سودة، سريعة ملعوبة، ترتدي إلى علي ياسين. علي أبعدها، استقبلها من ديار ياخي. ستار ياسين، حسام جاد الله، تعود الكرة إلى سادات، محمد سادات، أحمد خالد، ديار ياخي. ديار ياخي سيطر على الكرة الآن، يلعب الكرة، تعود من جديد رامسيس إلى محمد سادات. رامسيس، تذهب الكرة إلى كرار. كرار سالم، رامسيس من جديد. رامسيس يلف ويدور إلى كرار. كرار علمان، طالت على سامهين إلى ركلة مرمى لمصلحة أربي. طالت على سامهين ركلة مرمى لنادي أربي. هيليو مونتيرو. لحد الآن أنا أفتقد لوجود سيدريك، فرانك سيدريك. لم يستلم كرة، لم نشاهد أي حركة، أي خطورة لهذا اللاعب، وكأنه أربيل يلعب ناقص لاعب. ستار ياسين، عالية الكرة. هيليو مونتيرو، سامهين، ترتاد، كرة خطيرة خطيرة، وليد، جول جول جول
جول جول جول جول جول جول، هدف أول، هدف أول. وليد كريم بالدقيقة 39، وليد كريم يسجل أول أهداف المباراة. وليد كريم قائد فريق النفط يسجل هدف الشخص الثالث بعد أن سجل بشباك النوروز وديالة، يسجل أول أهداف المباراة. شوف الكرة تهيأت، كرة من سامي هين عادت إلى وليد، خلص من لاعب، لعبها بيساره، مرت على يسار دولوفان، والكرة تعانق الشباك وتعلن أول الأهداف لمصلحة حسام جاد الله. حسام جاد الله، حسام اللي يسجل، حسام جاد الله اللي يسجل الهدف. حسام بالدقيقة 39 حسام جاد الله يسجل الهدف الأول. حسام جاد الله ويسجل هدف الشخص الثالث. حسام بعد أن سجل في شفاق نفط البصرة والقاسم. حسام جاد الله يعلن تقدم النفط بالدقيقة 39 من عمر المباراة. عادت الكرة من جديد، هيليو مونتيرو، سامسون، علي ياسين. حسام جاد الله يعلن التقدم للنفط في شباك أربيل بالدقيقة 39 من عمر المباراة. رامسيس، علي ياسين، كرة طالت، هيلو فائق، تلعب الكرة بالمنتصف، ستار ياسين، محمد سادات، تعود الكرة إلى سامي هين يقدم مباراة جيدة اليوم. هذه الكرة طالت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. عادل نعمة كثير الاحتجاج، أكثر المدربين نيل للبطاقات الصفراء باحتجاجه، أيضا هذه بطاقة صفراء. رابع مباراة على التوالي ينذر عادل نعمة، رابع مباراة على التوالي ينذر عادل نعمة. اهدى يا عادل، هي رمية جانبية سواء كانت إلك أو للمنافس. قرار الحكم هو القرار الأول والأخير، المساعد موجود وهو اللي يقدر الحالة. ليش يعني تجني على نفسك وتاخذ بطاقة بلا مبرر؟ وجودك على الدكة أفضل من تكون بعيد. كرة ملعوبة الآن، بن سودة ترتد، تعود الكرة، كرة واحدة إلى الشباك. ستار ياسين حاول يمر، ترتد الكرة بالمنتصف. شيركو، هيليو مونتيرو، عادت إلى أسامة رشيد. أسامة يحاول يلعب كرة طويلة، بن سودة يحاول يمر، أحمد خالد يشتت الكرة. شيركو، تبعد الكرة من محمد سادات. وليد، عادت من جديد الكرة. خالد قردوغلي، خالد، مقطوع الكرة مرة أخرى لشيركو. شيركو، مرت الكرة، بن سودة. شيركو من جديد يبحث عن زميل، يبحث عن منفذ، وخطأ لمصلحة أربيل، خطأ لمصلحة أربيل، خطأ ضد أحمد خالد. شيركو قريب من الكرة، شوفه بالإعادة. شيركو، أحمد قريب منه، عرقلة وصافرة وركلة حرة، ركلة حرة لمصلحة نادي أربيل. السيد حيدر عدوان حكم المباراة يعيد اللاعبين على بعد 10 ياردات. شيركو على التنفيذ، جدار صد من لاعبين نفط. دقيقة ونصف تفصلنا على الوقت الرسمي، ممكن نشاهد من 7 إلى 9 دقائق، هذا في تقديري، إذا مو 6
من 6 فما فوق، يعني لا تقل عن 6 دقائق المضافة. شيركو على التنفيذ ولا تتجاوز 9. بن سودا وعلي ياسين، برافو علي، وكرة تبعد إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. بن سودا ينفذ وعلي ياسين يردها، شوفها بالإعادة. بن سودا، علي ياسين، دفاع، ورامسيس أبعد الكرة. كرة سريعة ملعوبة، خالد بالراس، جول جول. هذا كل ما فعله، هذا كل ما فعله فرانك سيدريك خلال 44 دقيقة، وخلال الدقيقة 45 فرانك سيدريك يسجل هدف التعادل لفريق نادي أربيل. 45 دقيقة لم أشاهد هذا اللاعب، وبرأسية فقط فرانك سيدريك يسجل أول أهدافه مع أربيل، يسجل أول أهدافه مع أربيل. شوف الكرة، شوف الكرة، وفرانك المنطلق من أمام المدافعين، شوف انطلق، وبرأسية على يسار الحارس علي ياسين. الحسنة الوحيدة في شوط المباراة لفرانك سيدريك الذي غاب 44 دقيقة وحضر في دقيقة واحدة، واستطاع أن يدرك التعادل لفريق أربيل. 1-1 أمام تعصب عادل نعمة وغضب على تمركز المدافعين وسوء التغطية، وبالتالي برأسية يسجل هدف التعادل. ومثل ما توقعت أن لا يزيد على 9، أصبح 10. والآن تشيكن جول، نشوف الحالة. أول لاعب اجى، اللاعب ما بيه حالة تسلل، اللاعب اجى من أمام المدافعين ودخل ولعب بالرأس الكرة، يعني ماكو حالة تسلل، وهي ركنية، الركنية ما بيها حالة تسلل. لكن فرانك سيدريك اجى من الأمام، ومن أمام المدافعين توغل ولعب رأسية، استطاع أن يلعبها بذكاء على يسار الحارس علي ياسين ويحرز هدف التعادل لأربيل. 1-1 وأول أهداف فرانك سيدريك. اللاعب لعب للقرمة، سجل في شباك نفط البصرة أربيل دهوك. إذن هدف ما يحتاج يعني لا بالركنية تسلل ولا هو كان في وضع تسلل. كرار 10 دقائق يضيف حكم المباراة، وقت محتسب بدل ضايع للتوقفات اللي حدثت. رمية جانبية لمصلحة نادي النفط، حسام جاد الله يطالب، رامسيس أيضا يطالب. بماذا يطالبان؟ نشوف الحالة. الكرة ارتطمت بالأرض، الكرة ارتطمت بالأرض وعلت لجسم اللاعب، لا وجود لركلة جزاء، لا وجود لركلة جزاء. طالما ارتطمت بالأرض ومرت على جسم اللاعب لا وجود لركلة جزاء. رمية جانبية ما يحتاج لها لا قرار حكم ولا عودة إلى غرفة فار. رمية جانبية. نشوف القرار، نشوف الكرة ارتطمت بالأرض ومرت ليد ريبين. خلينا نشوفها مرة أخرى. ارتطمت بالأرض، ولكن هل كان هناك تعمد بلعب الكرة باليد؟ شوف هل كان تعمد بلعب الكرة باليد؟ هنا حالة يقدرها الحكم. هنا اكو تعمد بلعب الكرة باليد، هنا اكو تعمد بلعب الكرة باليد. هي لو مرتطمة بالأرض وماسة ايده والايد ثابتة هذا قرار ثاني، لكن الآن شوف اكو حركة يد على الكرة، اكو حركة يد على الكرة، هنا الحكم راح يقدرها. الآن الحكم صاحب القرار الأول والأخير. شوف لو مرتطمة الكرة بالأرض وبجسم اللاعب بحث آخر، لكن اكو حركة من يد اللاعب على الكرة، اكو كرة تبحث عن يد ويد تبحث عن كرة. هنا الكرة تحرك، اليد تحركت باتجاه الكرة، اليد تحركت باتجاه
الكرة. شوف احنا اللقطة ما عندنا واسع حتى نشوف. شوف تمركز الحكم 10 ياردات، هذا هو أفضل تمركز للحكم. 10 ياردات أفضل تمركز للحكم. والحكم قد يكون خانته الرؤية بعد أن التاف اللاعب ريبين. إذا ركلة جزاء على ما أعتقد سيمنحها الحكم. فعلا ركلة جزاء، فعلا ركلة جزاء. الركلة رقم 4 بعد 100 في تاريخ دورينا. الركلة رقم 4 بعد 100 في تاريخ دورينا، والركلة الثالثة للنفط هذا الموسم. سجلوا على نفط البصرة أحمد صبري مرتين وعلى الميناء، بينما هذه الركلة الرابعة على أربيل. سجلت نفط البصرة ونفط ميسان والكهرباء على أربيل. رابع ركلة على أربيل وثالث ركلة للنفط هذا الموسم. والركلة رقم 4 بعد 100 في دورينا. سجلت 75 ركلة وأهدرت 28 ركلة. الآن من سينفذ؟ من سينفذ ركلة جزاء؟ ركلة جزاء. أنا شرحت الحالة واضحة، إنه لو مرتطمة بالأرض والإيد ثابتة ما كان يمكن أن يمنح ركلة جزاء، لكن ريبين حرك إيده باتجاه الكرة وبالتالي يد بحثت عن كرة. أحمد خالد على التنفيذ. أحمد خالد سجل في شباك القرمة وزاخو وزوراء. دولوفان في المرمى في 20 مباراة 29 هدف عانقت شباكه. أحمد خالد. أحمد يتقدم. قدام جول. هدف ثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 51 بالدقيقة 6 من الوقت الإضافي. أحمد خالد يسجل من ركلة جزاء بالدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل ضايع. هدف التقدم للنفط. كرة جميلة ولا أروع. تمر قوية على يسار الحارس دولوفان بيسارية قوية. يعلن تقدم النفط بهدفين مقابل هدف واحد ويسجل هدف الشخص الرابع هذا الموسم. 2 النفط 1 أربيل. 2 النفط 1 أربيل. 2 النفط 1 أربيل. كرة تلعب. فرانك سيدريك. أسامة. هيلو فائق. مرت إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة أربيل. هيلو فائق. كرة مرت عادت تبعد. ديار يا أخي. فرانك سيدريك. هذا خطأ. احتكاك مع الحارس. أي احتكاك مع الحارس خطأ. ركلة حرة لمصلحة النفط. ركلة حرة. كرة مشتركة مع فرانك سيدريك. وركلة حرة. 7 دقائق من عمر الوقت المحتسب بدل ضايع. عاد هنا الحارس صار اتكى على المنافس. لو المنافس عرقل الحارس. التقدير لحكم المباراة. اليوم شكلنا رايحين هواي للباب. ركنية الآن لمصلحة أربيل. ركنية لأربيل. ركنية لأربيل. هل ينتظر شيء؟ هل هناك حديث مع غرفة الفار؟ هل الحارس اتكى على المهاجم؟ هل المهاجم تسبب بإعاقة الحارس؟ هذا التقدير لحكم المباراة. اليوم أمور قانونية هواي تحدث في هذه المباراة. حكم المباراة ينتظر غرفة الفار. هل ستمشي الأمور؟ هم هناك دعوة للمشاهدة؟ إذن ركنية لا شيء.
لا شيء، ركنية تلعب عالية. هذا المفروض خطأ للحارس، هذا المفروض من الأول صافرة خطأ للحارس. إذن قرار حكم المباراة سليم، ركلة حرة لمصلحة نادي النفط. 9 دقائق من الوقت المحتسب بدل ضايع. الدقيقة الأخيرة دخلناها، وحتى على الدقيقة الأخيرة راح يضيف وقت بدل ضايع. كرة عادت، تعود بن سودة. بن سودة كان المفروض يندفع هلو، كان المفروض يحول لهلو إلى شيركو. شيركو يحاول داخل منطقة الجزاء، شيركو يبحث عن إسناد، طالت على خالد، أقرب لسامي هين. سامي يستحوذ على الكرة، يلعب الكرة بالمنتصف إلى ستار ياسين. ستار يهيئها إلى أحمد خالد من الجهة البعيدة. أحمد خالد يستحوذ على الكرة، تعود الكرة من جديد، تذهب وإلى رمية جانبية لمصلحة النفط. بطريقة 10 دقائق أن تنتهي، وهناك وقت ممكن أن يقدر الحكم بدل الضائع. ملعوبة الكرة، كرة بالرأس مقطوعة، محاولة تنقطع. روى يوسف، فرانك سيدريك، خطأ لمصلحة نادي النفط، وبطاقة صفراء. بطاقة صفراء أولى في المباراة لمن؟ لفرانك سيدريك. بالسلامة لكرار، بالسلامة لكرار فرانك سيدريك. بطاقة صفراء لفرانك سيدريك. عنده بطاقة وحيدة أمام النجف مع نادي أربيل. بطاقة وحيدة أمام النجف مع أربيل. هذا اللاعب فرانك سيدريك صاحب هدف التعادل. هذا الهدف الأول عن طريق حسام جاد الله. راح نشوف هدف التعادل عن طريق فرانك سيدريك. لقطات من أجواء المباراة. هذا هدف التعادل عن طريق فرانك سيدريك برأسية جميلة تمر على يسار الحارس علي ياسين. تمركز المدافعين، مفروض الزاوية البعيدة تغلق وعدم السماح للاعب المتقدم. خطأ دفاعي قاتل من لاعبي نادي النفط. ومن ركلة جزاء، من ركلة جزاء، شوف من بين 3 لاعبين كان المفروض محمد سادات يمنع تقدم اللاعب. عموما هدف تعادل عن طريق فرانك سيدريك، وهدف التقدم عن طريق أحمد خالد من ركلة جزاء. هذه الطفلة اللي تشجع بكل سرور، تتفاعل، وهناك أطفال، هناك كبار، هناك شابات. ما أعرف، أعتقد الحكم ما أنذر فرانك أو أنذر فرانك سيدريك. أنذره، أنذر كرار. الخطأ احتسب ضد النفط. وكرة خطيرة، برافو يا كرار، برافو يا كرار، أنقذ المرمى من إصابة أكيدة. برافو يا كرار. كرار سالم عنده 4 بطاقات، سيغيب عن المباراة القادمة. كرار سالم، شوف، برافو أنقذ المرمى من إصابة أكيدة. شوف خطأ دفاعي، كرة لعبت وكرار أنقذ المرمى
أنقذ المرمى. أنقذ المرمى من كرة خطيرة كان ممكن أن تكون هدف. نلعب بالدقيقة 14 من عمر الوقت المحتسب، بدل ضايع، ركنية لمصلحة أربيل، كان ممكن أن يكون هدف التعادل لأربيل. طبعا الحكم بإمكانه أن ينهي المباراة، لا ركنية ولا ركلة ثابتة ولا، باستثناء ركلة الجزاء أول ما تنطلق إذا سجلت وإذا ارتدت ينهيها. كرة اللعب وتبعد من الدفاع، عادت من رامسيس، روى ننتظر صافرة حكم اللقاء خالد قردغلي، وكرار أبعد الكرة إلى رمية جانبي. صافرة الحكم حيدر عدوان تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم النفط على مضيف أربيل بهدفين مقابل هدف واحد. سجل الأهداف حسام جاد الله بدقيقة 39، فرانك سيدريك عادل الكفة بدقيقة 45، وبالدقيقة 6 من الوقت بدل ضايع أحمد خالد من ركلة جزاء يعلن تقدم النفط. شوط نوعا ما سريع مميز، نتمنى أن يرتقي الأداء في شوط المباراة الثاني إلى مستوى أفضل حتى يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. نذهب لاستراحة قصيرة. ايمن الطراونسي يسجل اول الاهداف من دقيقه 77 من عمر المباراه بكره راسيه جميله. ايمن الطراونسي يسجل هدف الشخص الثاني في سباق كربلاء بعد مصدر في سباق الحضور، يحرز هدف التقدم براسيه جميله بخطا دفاع القاتل للمدافع كربلاء بكل شكل ووضع مستريح، وضع الكره براسيه جميله. شوف براسيه جميله تمر على يسار الحارس عبد العزيز عمار ويسجل معها اول الاهداف. شوف الراسيه ترتطم بعميق وتعانق الشباك. لاحظ هدف اول، هدف التقدم الاول لمصلحه نادي الثالث عن طريق ايمن الصفاقسي، وهو هدف الشخص الثاني هذا الموسم. حتى عباد هذا باقي الوقت من جبار
والدينه أتى بالعيدية بدايتنا ماسكو فريق أتى بالعيدية الله رأسية على يسار محمد سميح حداد أول نادي داوود اليوم الجديد وتحتاج تكليف 14 مع حسن كمال لاعب الدوري السابق وساعد يسوع الثالث الفريق بسرعة أداء مرتبط الأمر كانت المنطقة الدفاع خطيرة سجل الطلبة جول للطلبة عن طريق معروفي سجل أول أهداف المباراة وعودة الفريق إلى زمن الأناقة ومثال المدافع ليتقدم الفريق الكرة الماضية فيها للمرة الأولى سايمون مصطفى حتى الآن شوف تقدم ومر من الأول ومر خارج المرمى بعد ذلك يمكن سحب المستوى ولكن المتابعة كانت ممتازة عن طريق فريق معروفي ليسار في وسط المرمى ليتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة ولكن برافو العمل كل العمل واللاعب الإنسان سايمون مصطفى تقدم من المدافع في المرة الأولى تقدم إلى الجول الثلاثي التونسي بالمرة الأولى والتونسي بالمرة الثانية الأولى غير معروفة والثانية حبيبي والثالثة من مرة حرة مباشرة الله على الطلبة الله على العريق العاصمة الجاية الثورية الوطن يبقى في المرة الأولى ويبقى في المرة الثانية اللاعب التونسي بالأولى والتونسي بالثانية سيف معروفي وحبيبي والثالثي لاعب خط الوسط مرة مباشرة يسجل ويقطع الكرة على يسار حارس هيثم صقر عجيب حاول يحضر المباراة وينسى الدخول للتعبير هنا في الرأسة الكرة الخطيرة تبارك الهداف الثاني سايمون مسافة بدل تسارية يوضع الكرة داخل الشباك وكانت فيها طلبة الفراد هذه المباراة الجديدة التي أوضحت في المباراة سجل سايمون الهداف يصل ثابت أهداف الفراد
ممتاز بعد ذلك الكرة الأرضية وحسب واو أكبر متسرع مؤمل يلعب كرة طويلة، ويا سلام، كرة خطيرة خطيرة، جول 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 جول! هدف أول، هدف أول عن طريق سيف رشيد هداف الفريق، بكرة جميلة يخطفها ويلعبها بذكاء ودهاء من فوق الحارس دولوفان، ويحرز التقدم لفريق القاسم بأول الأهداف بالدقيقة 4 من عمر المباراة، ويسجل الهدف الثاني عشر بعد أن سجل في شباك ديالا أربيل الحدود هدفين، نفط البصرة زاقو الزوراء هدفين، النجف الحدود مرة أخرى هدفين، يعود ليسجل اليوم في شباك أربيل أول أهداف المباراة بالدقيقة 4 من عمر اللقاء. سيف رشيد يسجل أول أهداف. شوف تخلص من المدافع ولعبها بيمينه بذكاء، اجتازت الحارس ودخلت الشباك وأحرز معاها هدف التقدم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هدف أول وتقدم أبيض للقاسم، 1 القاسم لا شيء أربيل.
اوروبا ورابع ناصر عبد الله والكره وهناك تصويبه الله جلال جول والرغم الثاني والجلال اللاعب الذي الفوزيس في هكذا مناسبات يظهر ويسجل الاهداف جلال حسن الذي كان يحفظ الأولى والثانية والثالثة لكن في الفوزيس لم تنجح في اليسرى ونجحت اليمنى البيتان الفوزيس كان ابراهيم الذي حاول لعبة عبد الله وبشر قاتل على الكرة وصلت الى الفوزيس سدد بيسار وعاد وتصدى جلال وباليمنى ينجح الفوزيس بتسجيل الهدف الاول لمصلحة نادي الهوك الذي يفتتح التسجيل عن طريق الفوزيس وفرحة المتابعين انتصرت اليوم في دكة البدلاء نصرت الكرة نصر الخطر وفيا وحارب وفيا وفيا جايو ثم المخرج وثم المخرج لم يستطيع الصمود والفوز امام هذا المجد امام هذا الضغط والثوره العربيه الجديده وهناك فقط تدريب في مدرجات ملعب الزوراء والرايات البيضاء ويرتفع عاليا هناك في ملعب الزوراء وهي التجريب حاول الزوراء عن طريق الشباب وكاميو وبقية الإقام واليمين كاميو يضع كرة التعادل في سباق محمد صالح والنواقص تعود إلى التحريك مجددا هنا بهذا في ميزان من جديد نعود أحباء مشاهدي متتبعي قنوات شبكة الإعلام العراقي وأحداث شوط المباراة الثاني من لقاء أربيل وضيف النفط. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم النفط بهدفين مقابل هدف واحد. المباراة اللي ضيفها ملعب فرانسو حريري ويقود طاقم تحكيم بقيادة حيدر عدواني، ساعد أكرم علي وأدهم عيسى وسجاد خالد. في غرفة الفار ليث فرحان وياسر هاشم. مقيما للحكام كاظم عودة ومسرف المباراة صبحي كامل. انطلقت احداث الشوط الثاني، النفط بزي السماوي على يمين الشاشه، كره خطيره وتسديده جول هدف ثالث في الدقيقه الاولى من عمر شوط المباراه الثاني، الدقيقه 46. وليد كريم يقتل أربيل بهذا الهدف ويسجل هدف مبكر، هدف ثالث. شوف الكرة، شوف كرة قصيرة مقطوعة ومحاولة، والكرة شوف وليد على الطاير على يسار الحارس دولبان، والكرة تمر على يسار الحارس دولبان. وليد كريم يسجل هدف الشخص الثالث بعد أن سجل في شباك نوروز وديالة، يسجل الهدف الثالث. 3 النفط 1 أربيل، 3 النفط 1 أربيل، 3 النفط 1 أربيل. وهدف عن طريق القائد أن تسجل هدف
في الدقائق العشرة الأولى وتتقدم بفارق هدفين أفضل شيء تعمله، لكن أن تسجل هدف مبكر هذا شيء كبير. الآن بطاقة صفراء، بطاقة صفراء علمن طبعا كرار سالم، بطاقة صفراء هي الخامسة إلى هذا الموسم. وهنا سامسون داري، سامسون بطاقة صفراء بالدقيقة 47 من عمر المباراة. سامسون داري، سامسون هاي سابع بطاقة لهذا اللاعب، حرم من مباراة نفط البصرة، وهذه البطاقة الثانية بعد الحرمان بعد ديالة واليوم أربيل. سابع بطاقة لهذا اللاعب. والبطاقة الثانية في ملعب المباراة، ركلة حرة لمصلحة نادي أربيل، ركلة حرة لمصلحة نادي أربيل. شيركو على التنفيذ، قريب منه بن سودا، يوسف بن سودا وشيركو. ركلة حرة لمصلحة نادي أربيل، هل سيعود أربيل؟ وكرة خطيرة وجول خالد قردوغلي. خالد قردوغلي يسجل هدف التقليص، هدف التقليص عن طريق خالد قردوغلي. كرة ترتد من العارضة وبالدقيقة 48 خالد قردوغلي يسجل هدف التقليص الثاني لأربيل. كرة لعبها جميلة شيركو ارتدت من العارضة وبالرأس من خالد قردوغلي ويسجل من خلال هدف التقليص. شوف 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 ارتدت، لكن هي بيني وبينكم هي جول من الأول، هي جول من الأول. يبدو اجتازت خط المرمى، يبدو. خلينا نشوف. يحتسب لشيركو لا، على الخط وخالد قردوغلي هو اللي يسجل الهدف. حلوة من شيركو، ترتد من العارضة وبعد دربكة خالد قردوغلي المنطلق من جهة اليسار يلعب الكرة بالرأس ويسجل هدف التقليص. هدفين في دقيقتين، واحد لأربيل واحد للنفط. وكنت أتحدث أقول هل سيعود أربيل سريعا ويقلص الفارق؟ وفعلا يقلص الفارق. 3-2 تشيكينج جول. 3-2 الآن، 3-2 مباراة ولا أروع، مباراة مولعة، مباراة في شوط المباراة الثاني. بداية جميلة، بداية حلوة. كان أكو لاعب متسلل، لكن اللاعب لو لاعب الكرة اللي ارتدت من العارضة كان ممكن يكون تسلل، لكن راح اللاعب ودخل إلى الشباك وجاء خالد قردوغلي وسجل الكرة برأسية وقلص النتيجة لمصلحة أربيل. 3 النفط 2 أربيل، وأكو جوال بعد، أكو أهداف بعد. المباراة راح تولع، المباراة راح تكون جميلة، المباراة راح تكون في دقائقها القادمة حلوة مثيرة، واحنا ما نتمناه أن تتواجد المتعة، أن تتواجد الإثارة. وخلي نشوف الحكم وين راح. شكرا. هل الكرة اجتازت الخط وشيركو اللي سجل؟ هل هناك حالة تسلل؟ هل هناك دفع خطأ قبل أن يسجل خالد؟ خلي نشوف. هذه الأمور كلها راح يستعرضها الحكم. شوف، مع الانطلاق لاعب يعني هل كانت حالة تسلل؟ اللاعب استفاد من الكرة؟ خلي نشوف. هذا اللاعب ما استفاد من الكرة. تطمت على خط المرمى، جزء المفروض أن تكون بكامل محيطها خارج خط المرمى، أن تكون بكامل محيطها خارج خط المرمى. ارتدت من العارضة. شوف، لا 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 لا، على كل حال صعبة احنا أن نأكدها، صعبة احنا أن نأكدها. هي خارج خط المرمى أم داخل؟ شوف هنا الحالة، هل ارتكب هذا اللاعب خطأ على المدافع؟ هذا الأمر متروك لحكم اللقاء. شوية صعبة الحالة، شوية صعبة. هل هذا اللاعب ارتكب خطأ؟ هل أكو ركلة جزاء قبل الهدف؟ كل هاي الأمور معقدة، كل هاي الأمور معقدة. تسلل مع انطلاق الكرة،
تسلل مع انطلاق الكرة وهدف ملغي. تسلل مع انطلاق الكرة وهدف ملغي. هدف، شوف تسلل، احنا قلنا مع انطلاق الكرة كان اللاعب في وضع تسلل، وهدف ملغي. هدف ملغي لمصلحة أربيل. 3-1 تبقى. 3-1 تبقى، لكن مع انطلاق الكرة كان اكو لاعب في وضع تسلل. كرة سريعة ملعوبة، ترتد، ريبين، سيفين، شيركو يحاول يمر سريع، لاعب سريع، وكرة مقطوعة إلى رمية إلى ركنية لمصلحة أربيل. ماذا يريد الحكم؟ ماذا أشار الحكم؟ لماذا تعصب شيركو؟ خلينا نشوف وبالإعادة إفادة. على كل حال هو صاحب القرار الأول والأخير. بعد أن لعبها كرار ارتطمت بشيركو. قرار سليم من حكم المباراة، قرار سليم منه ومن المساعد الدولي أكرم علي. كرة ترتد عالية، شيركو، خطأ، راية وصفارة، تسلل، ركلة حرة غير مباشرة للنفط. استخدام الاعتماد على ترك التسلل سلاح ذو حدين، قد يخطي وقد يصيب. عصبي متعصب شيركو، واحد من اللاعبين الخلوقين المتميزين بأدائه، بإمكانيته، بسرعته. سامسون يلعب الكرة بالرأس مقطوعة، تعود الكرة مرة أخرى. فرانك يمر، تنقطع من رامسيس، تعود إلى محمد سادات، تذهب إلى سامي هين يلعب الكرة سريعة، تعود إلى حسام جاد الله، حسام بالكعب إلى ستار ياسين، مقطوعة من هلو فائق إلى ركني، تنقطع من أمام سفين منصور. ستار ياسين على التنفيذ. الله يعينك يا حكم، اليوم المباراة يعني بها أشياء قانونية كثيرة. ستار ياسين عالية ملعوبة الكرة بالرأس، ترتد الكرة، عادت إلى ستار، قصيرة مرة أخرى تعود إلى ستار، عالية من جديد بالرأس، تنقطع من خالد. فرانك سيدريك، محمد سادات، الحكم ينطي ادفانتج. كرة سريعة إلى شيركو من الجهة البعيدة، كرار يبعثها إلى رمية جانبية لمصلحة أربيل. رمية جانبية، خالد على السريع إلى شيركو أقرب إلى محمد سادات، يتركها إلى ركلة مرمى للنفط. 3 النفط 1 أربيل. 3 النفط 1 أربيل. 3 النفط 1 أربيل. وعلى مستوى النتائج أفضل فوز حققه أربيل 4-1 على نفط البصرة، 4-2 على الكرخ، 4-3 على الكهرباء، وأثقل هزيمة تعرض لها 4-0 من الزوراء، و4-1 من الشرطة. بينما أفضل فوز حققه النفط 2-1 2-0، وأثقل هزيمة 3-1 أمام الزوراء. اللقاء القادم يوم الاثنين الساعة 5 سيواجه الطلبة النفط، وأربيل سيواجه القرمة في ملعب الرمادي يوم الأربعاء 23 من الشهر الجاري. كرة اللعب تعود مرة أخرى لستار. محمد سادات، تسديدة حلوة إلى الخارج. محمد سادات يلعب كرة جميلة تمر إلى الخارج. بالمناسبة أول مواجهة جمعت الفريقين مثل ما ذكرت موسم 87-88 انتهت بفوز النفط بهدف بحسن هلال، وتعادلوا في الإياب 3-3. على مستوى مجمل اللقاءات التقى الفريقان 45 مرة، 17 لأربيل، 15 بالتعادل، 13 للنفط. حقق أربيل فوز كبير 6-1 موسم 99-2000، وحقق النفط فوز كبير 6-0 94-95. آخر فوز للنفط 2-0 موسم 21-22،
وآخر تعادل حصل للفريقين في مواجهة هي 1-1 في الأسبوع الأول من موسم 23-24 والموسم الماضي 2-0 لصالح أربيل. هذه النتائج وأكبر النتائج ما بين الفريقين. إذن الزوراء اللي تقدم في شوط المباراة الأول بهدف، علي ياسين يشكو من إصابة بالسلامة إن شاء الله. ديالة تغلب على الجوية 2-1. زاخو خسر من نفط ميسان بهدف. الآن أربيل يتأخر من النفط 1-3. الزوراء في شوط المباراة الأول تقدم على القرمة بهدف. غدا عند الخامسة الطلبة يواجه الكهرباء. النجف على ملعبه يستضيف كربلاء، والميناء على ملعبه يضيف الشرطة. يوم الجمعة مباراتان فقط، الكرخ يضيف نوروز على ملعبه، ونفط البصرة عند 7:30 على ملعب الفيحاء يضيف القاسم. وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء دهوك مع الحدود عند الساعة 6 مساء. يوم الاثنين القادم تنطلق مباريات الجولة 29. مهند علي لاعب الشرطة يبقى في صدارة الهدافين 20 هدف في 23 مباراة. كوستافو هنريكا لاعب زاخو. إذن ريبين يترك الملعب وهاليسون يدخل. أول تغيير في تشكيلة أربيل، يخرج ريبين سلاقة ويدخل هاليسون بادلها فرنانديز اللاعب البرازيلي. هذه مرة أخرى للهدف الملغي بداعي التسلل. اللاعب اللي كان في وضع تسلل شارك وتسبب بعرقلة مدافع والهدف. أيضا كيلان لقمان يدخل أيضا. وما زلنا ننتظر اللاعب والحارس علي ياسين، الحارس اللي زاد عن شباكه في 23 مباراة وعانقت شباكه 17 كرة. أنظف الشباك وأقل الحراس تهتز شباكهم. لعب للزوراء، للطلبة، للنفط، للنجف ولكربلاء، وعاد لفريق النفط. ننتظر هل سيدخل وليد عطية؟ إذن وليد عطية يدخل، تغيير اضطراري لفريق نادي النفط. وليد عطية يدخل وتغيير اضطراري للنفط. تغيير في تشكيلة أربيل وتغيير. أنا شفت أيضا كيلان لقمان داخل بالرقم 6. كرة عادت. كيلان لقمان أيضا يدخل في شوط المباراة الثاني، يبدو بدلا من سفين منصور. كرة عالية طالت على يوسف بن سودة. 5 مقابل 3 ركنيات، 8 ركنيات. إذن تغييرين في تشكيلة أربيل وتغيير في تشكيلة النفط. 3-1. ساعة كاملة من عمر المباراة، نصف ساعة تفصلنا على النهاية. ما زال أربيل على أرضه وأمام عشاقه يتأخر من ضيف النفط. وليد عطية يلعب الكرة، مرت إلى الخارج.
خطأ من جديد، هذا خالد قردغلي. كرة عادت هجمة الآن، خطرة لأربيل، محاولة وسامسون يقطع الكرة. سامسون يقطع الكرة. هذه النتيجة 3-1، حتى 23 مرة في دورينا هذا الموسم، 23 مباراة في دورينا انتهت بالنتيجة 3-1، هذه الرابعة والعشرين إذا استمرت على حالها. حكم المباراة، شوف هذا روى، قريب منا محمد سادات، وسامسون قريب منا. بعض الأحيان الصورة تتكلم، ما تحتاج تعليق. بعض الأحيان شوف اللاعب هو اللي شمر نفسه. مرة أخرى كرة مقطوعة، خطأ لمصلحة النفط. شوية أكو شد عصبي، أربيل يكافح من أجل أن يقلص، ويعني اللاعب كل ما يهدى كل ما يكون تركيزه عالي. شوف هذه الحالة، وهذه الحالة أيضا لما نشوفها واضحة لأنه القائم القريب يمنعنا ويغلق الرؤية. كرة عادت، حاول من جديد، أبعتها هاليسون، تعود من جديد، ستار عالية، رامسيس، عادت الكرة، روى، خالد قصيرة، كرة عادت من جديد، طالت على بن سودة، حلوة لسامي هين، سامي هين يمر، سامي المن، حلوة ستار ممكن يسدد، الله، وكرة أبعدت ورايا، وتسلل ضد فريق النفط. حلوة كانت، حلوة من ستار ياسين، ورايا بوقتها من المساعد أدهم عيسى. برافو يا أدهم، وبرافو يا كرار، راياتهم اليوم موفقة. شوف تسلل واضح، استفاد من الكرة، كاد أن يستفاد من الكرة، وبالتالي هو في وضع تسلل. كرة قوية، وصد أحلى من دولوفان، يعني أكو أهداف، صدقوني أكو أهداف. ديار يا أخي، وليد، سامي، وليد، طالت على وليد، أسامة، مرت ستار، حسام جاد الله، ستار، فرانك سيدريك، طويلة الكرة بدون تركيز، أقرب إلى حارس المرمى وليد عطية. ألف سلامة لعلي ياسين. وليد 6 مباريات زاد عن شباك النفط. وليد يلعب الكرة، هاليسون، شيركو، عادت إلى خالد، مرت إلى هيليو مونتيرو، هيليو يلعب الكرة، تسلل هذا بعيدين على كل حال، إلى ركلة مرمى لمصلحة النفط. ركلة مرمى، وأنا ذكرت قلت النفط يعتمد على شرك التسلل، سلاح ذو حدين، قد يخطئ وقد يصيب. أقل من 25 دقيقة تفصلنا على النهاية، 3 النفط 1 أربيل. وليد، حسام، كيلان، سادات، سامي، روى يوسف، المن، شيركو ليس في مكانه، سامسون مع خطأ ضد يوسف، راية، ركلة حرة غير مباشرة للنفط، ركلة حرة غير مباشرة للنفط. إذن أربيل سيذهب لملعب بالسلامة لعلي. أربيل سيذهب إلى ملعب الرمادي لمواجهة القرمة يوم الأربعاء
والنفط سيضيف الطلبة على ملعب الساحر أحمد راضي يوم الاثنين. كرة من سامسون، 5 مقابل 7 حالات الأخطاء. فرانك سيدريك، روى يوسف، وعلى كل حال هو أنطى مبدأ إتاحة الفرصة لما ما تحققت، وبالتالي تحققت. على كل حال القرار قرار الحكم، كان سليم قراره. كيلان، محمد سادات، وليد، هاليسون، هيليو مونتيرو، ثنائي برازيلي في قلب دفاع أربيل. كيلان لقمان، كيلان، وإلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة النفط، ركلة مرمى لمصلحة النفط. هذا هو الهدف الثالث عن طريق وليد. يعني الشيء الجميل في وليد انه ما تأخر، ما مشى بالكرة، اول لمسة لعبها، وهذا هو الصحيح. مرت قوية على يسار الحارس دولوفان مهدي وسجل. اللاعب من يمشي بالكرة قد يتعثر، قد يلعبها بشكل ضعيف، لكن باستلامه اول الكرة وتسديدته كانت سليمة وسجل. هدف ثالث مبكر كان له في الحسابات الشيء الكبير، أثر معنويا على أربيل ومنح جانب معنوي كبير للنفط أن تكون بفارق هدفين. يعني لولا الهدف الملغي لأربيل كان المباراة كانت بشكل ثاني. كرة مقطوعة ترتد بالجديد، عادل، كرار، سامي، كرار، مرت لشيركو، روى بن سوده من الجهة البعيدة، روى مرة أخرى، هيليو مونتيرو، وتعود الكرة خطيرة وسهلة لوليد حطب. شوف لاعبي أربيل، يعني كل ما يمر الوقت كل ما يلعبون بتعصب أكثر ويقل تركيزهم. لاحظ الآن كرات بالخطأ، كرات ضعيفة، يعني فاقدين تركيزهم نوعا ما. رامسيس، عمور، وعالية عالية عالية إلى ركلة مرمى، عالية من رامسيس إلى ركلة مرمى. كرة طويلة. شوف هذا اللي كنت أقوله، لاعبين فقدوا تركيزهم، قد تكون نتيجة مفاجئة لهم وبفارق هدفين. وليد عطية، سبعين دقيقة، 3 النفط 1 أربيل. شيركو من الجهة البعيدة تنقطع. ارتداد لاعبين نفط واضح، سريع لغلق المنطقة على لاعبي أربيل. روى، خالد، روى، رمية جانبية لفريق نادي أربيل. حكم يشير للمواصلة، عرقلة لشيركو، الحكم شايف وقريب وقراره هو الأول والأخير. عادت الكرة من جديد، رغم كل اللي حدث في المباراة قرارات سليمة من حكم المباراة ومن مساعديه. كرة عادت فرانك سيدريك، محمد سادات شتت الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة أربيل.
عادل يبحث عن فوز. روى يوسف 2 مقابل 3 تسديدات إلى الداخل. طويلة إلى خالد من الجهة البعيدة. شيركو يحاول يمر، تنقطع. ستار ياسين، ستار. شوف هنا العملية معكوسة، فريق فاقد التوازن، يعني لاعب بعصبية. مفروض النفط يلعب بهدوء، يمتص زخم من دفاعهم، يلعب بهدوء، يحتفظ بالكرة، ينقل كرات بملعب المنافس. أفضل شيء له كل ما يكون هادئ، كل ما يكون يقدم ويقتل وقت أفضل. حسام، أحمد خالد، يا سلام يا أحمد. أحمد قصيرة، أسامة تعود، كيلان وخطأ للستار، وبطاقة للستار ياسين. هذه بطاقة بلا مبرر. ستار ياسين يخرج يوسف بن سودة ويخرج أسامة. رشيد، تغييرين. يدخل مصطفى قابيل، بطاقة صفراء لستار ياسين. وخطرة هذه، جول 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 جول. أسرع هدف لبديل، أسرع هدف لبديل. اللاعب مصطفى قابيل، أسرع هدف للاعب بديل بالدقيقة 74 يقلص النتيجة. مصطفى قابيل يقلص النتيجة. شوف ينطلق من بين المدافعين ولعب الكرة على يمين الحارس وليد عطية وسجل. شوف كرة حلوة جميلة، ومصطفى قابيل يسجل الهدف الثاني ويقلص النتيجة لأربيل. مصطفى قابيل اللي سجل في شباك نفط البصرة والكهرباء يسجل هدف التقليص لأربيل. أسرع كان عندنا ب 43 ثانية اللاعب نادي الشرطة. كرة الآن، هلو ولا مصطفى؟ لا مصطفى، يبدو هلو فائق اللي سجل. هلو فائق يقلص النتيجة وليس مصطفى. هلو فائق يقلص النتيجة. خلينا نشوف هنا عرقلة، والمباراة الآن راح تكون أسرع أفضل. وهلو فائق اللي قلص النتيجة. كرة من بين اللاعبين يتوغل ويمر. هلو فائق يسجل ويقلص النتيجة لفريق نادي أربيل. 3 النفط 2 أربيل. هلو فائق اللي يقلص النتيجة. لفريق أربيل. ركلة حرة الآن. وعالية إلى الخارج. طبعا سامسون أيضا سيغيب، عنده 5 بطاقات صفراء في اللقاء القادم، إلى جانب كرار أمام الطلبة ثنائي الدفاع مهدد بالحرمان. سامسون عنده مع الجوية، مع كربلة، مع نوروز، مع ديالة، واليوم مع أربيل. وكرار عنده نفط البصرة، الجوية، الكهرباء، القاسم، واليوم مع أربيل. سريعة الكرة ملعوبة،
خروج وليد عطية. 3 النفط 2 أربيل. مباراة يتوقع لها بدقائقها القادمة أن تولع، أن تكون أكثر إثارة وندية. فريق يحافظ، وأنا كنت أقول قبل الهدف أن الفريق النفط عليه أن يهدئ، عليه أن يمتص زخم اندفاع اللاعبين. هنا خطأ من جديد. هل هناك بطاقة صفراء لحسام؟ شوف الحالة، ضرب واضح وبطاقة صفراء لحسام جاد الله. حسام جاد الله، ثاني بطاقة لهذا اللاعب بعد الجوية. وليد يترك الملعب. وليد يترك الملعب ويدخل اللاعب رقم 44 رضا فاضل. رضا فاضل يدخل في تشكيلة فريق نادي النفط. رضا فاضل يدخل في تشكيلة نادي النفط. رمية جانبية الآن. أحمد خالد على التنفيذ. انذار لحسام جاد الله، وهو الانذار الثاني مثل ما ذكرت بعد الجوية. أربيل. ركنية لمصلحة نادي النفط. رضا فاضل. لعب للجوية للأمانة الكربلة نفط الوسط الأمانة، وقادم من الجوية بالانتقالات الشتوية للنفط. ستار ياسين على التنفيذ. ستار ياسين. عالية ملعوبة الكرة خطيرة. 5 مقابل 4 الركنيات. محمد سادات. ستار ياسين تنقطع من فرانك سيدريك. فرانك يا سلام إلى شيركو. شيركو يحاول يلعبها سريعة وبالرأس تنقطع من ديار ياخي. عادت من جديد كرة وسط الملعب. محمد سادات يلعب الكرة إلى رامسيس. رامسيس طويلة الكرة أقرب لهيلو فايق. هيلو إلى حارس المرمى دولوفان. 80 دقيقة من عمر المباراة. قصيرة مقطوعة تمر إلمن إلى رامسيس. محمد سادات. حسام جاد الله. ستار ياسين. ستار إلى حسام. وحسام وركنية لفريق النفط. ركنية للنفط. ركنية للنفط. هيلو فايق صاحب الهدف الثاني. ثمانين 80 دقيقة 10 دقائق تفصلنا على الوقت الرسمي للمباراة. عادت الكرة تلعب سريعة. كرار بالرأس من روى. خالد. خالد من جديد. عرضية تنقطع. رمية جانبية لمصلحة أربيل. شيركو تنقطع مرة أخرى. عرضية بالرأس. فرانك سيدريك. وبعدت إلى ستار ياسين. ستار يمر. علما إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة أربيل. سريع على هيليو مانكيرو. هيليو. روى. قصيرة ترتد. ستار. ستار. وخطرة رامسيس وعالية برا الملعب إلى ركلة عالية. كان ممكن أن
تكون أفضل مما لعبها. شوف الحالة، كرة من ستار إلى رامسيس ينطلق من بين المدافعين. شوف يعني اللاعب أول ما يلمس الكرة يسدد أفضل. كرة مقطوعة، خطأ لمصلحة النفط. كرة تلعب مرة تلمن إلى الخارج. كرة عادت من جديد. كيلان يلعب الكرة. مصطفى قابيل. هيلو فايق وكرة بعد أحمد خالد إلى الخارج. هل سيصمد النفط أم سيكون هناك كلام آخر في دقائق المباراة المتبقية؟ هيكتور فيدال اللي دخل أيضا مع مصطفى قابيل في نفس التوقيت. يلعب الكرة وأحمد، ولعب خطير، لعب خطير وركلة حرة لمصلحة نادي حسام جاد الله اللي يحمل شارة القيادة الآن. فيكتور فيدال البرازيلي يشكو من إصابة. بالسلامة إن شاء الله. لعب خطر، لعب خطر واضح من حسام جاد الله، لعب خطر واضح من حسام جاد الله. الآن يكون دفاع واضح من لاعبي أربيل، يحتاج لهدوء واحتفاظ بالكرة، ويعني الاحتفاظ والهدوء مطلوب من لاعبي النفط. إذن هيكتور فيدال ركلة حرة لمصلحة نادي أربيل. هيلو فائق على التنفيذ. هيلو فائق على التنفيذ. هيلو يلعبها عالية. خروج حاسم بقبضة ايده وليد عطية. ابعد الكرة. تلعب من فيكتور، طالت على اللاعب فرانك سيدريك. وليد شوف الحالة، قفز ويعني هو سقط على زميله. شوف ويشكو من إصابة. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. خروج حاسم من وليد. نهض وليد، رمية جانبية لمصلحة أربيل أم لمصلحة النفط. كرار سالم على التنفيذ. تعود الكرة من جديد، تلعب حسام جاد الله. هاليسون يلعب الكرة، تعود إلى ستار ياسين. ستار يمر وركنية لمصلحة النفط. هذا الصحيح، العب بملعب المنافس حتى تقتل وقت وتمتص زخم من دفاع المنافس اللي مندفع بقوة بعد تقليص الفارق. ركنية الآن
ستار ياسين على التنفيذ. ستار ياسين عالية ملعوبة الكرة، سهلة لدولوفان. كرة تنقطع على رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. خالد، هيليو، 6 مقابل 13 الأخطاء. ستار، خطأ لمصلحة النفط. هل هناك بطاقة صفراء؟ بطاقة لروى يوسف، بطاقة لروى يوسف، بطاقة لروى يوسف. كرة مقطوعة. سريعة مرة أخرى، محاولة. سامي، سامسون يشتتها. طبعا روى عنده بطاقة واحدة فقط أمام ديالة، واليوم الثانية أمام النفط. كرة تنقطع. رضا، مقطوعة الكرة. سريعة إلمن. كيلان لقمان من الجهة البعيدة. كيلان يحاول. كيلان بينية إلى شيركو يردها وليد وسامسون، وعادت كرة خطيرة. مصطفى قابيل تبعد من أمام الكرة. ديار ياخي، ومرة أخرى تعود الكرة من جديد. محاولة تعود إلى فرانك سيدريك. مصطفى قابيل، خطيرة، وين بعيدة. كان بالإمكان أفضل من مصطفى قابيل لاعب منتخبنا الشبابي، والكرة مرت إلى الخارج. هيلكورد ديفيس يدخل الآن. آخر أوراق المدرب. هيلكورد ديفيس يدخل. فرصة ثمينة كان ممكن أن يدرك من خلالها التعادل. هيلكورد قيس يدخل. يخرج روى يوسف، وهيلكورد قيس يدخل. عادت الكرة من جديد. 90 دقيقة في طريقها للخلاص. شوفوا الحكم ايش قد راح يضيف. انتهت 90 دقيقة. هيلكورد قيس يدخل. سريع الكرة إلى كيلان لقمان. 6 دقائق يضيف حكم المباراة سيد حيدر عدوان. هذا هو الفوز الثالث خارج الديار للنفط إذا ما استمر، والهزيمة الرابعة على أرضه لأربيل. إذا ما استمر الحال راح تكون الخسارة الثانية عشرة. هذه الفرصة اللي ضاعت لأربيل، والفوز العاشر للنفط. ستار ياسين، كرة ما سيطر عليها، مرت إلى الخارج. من جديد تشتت الكرة. حسام جاد الله، رامسيس، رضا فاضل، هيليو، خالد، كيلان لقمان. سريع الكرة. مصطفى وليد عطية أبعد الكرة إلى الخارج.
دقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضايع. كرة عادت، سامي هين، رضا، رامسيس من الجهة البعيدة، رامسيس سريعة علما إلى ستار ياسين، ستار مصطفى قابيل إلى خارج ملعب رمية جانبية، هاليسون تغييرين، علي ماجد يدخل وعمار غالب أيضا يدخل. تقوية الوسط، خروج حسام وخروج محمد سادات. استبدل اثنين من لاعبي الوسط حتى يقوي الوسط، يسيطر على منطقة الوسط بلاعبين مستريحين اللي هم علي ماجد وعمار غالب، وخروج محمد سادات وحسام جاد. تلعب الكرة، ستار علي، هيليو، شيركو، كيلان، مور كيلان، يا سلام يا كيلان، يمر الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضايع. كيلان يحاول يلعبها، كرة خطيرة طالت على هلو فائق، مرت إلى ستار ياسين اللي متراجع. ستار رامسيس بالخطأ، هاليسون طويلة الكرة، فرانك سيدريك ووليد عطية، خروج غير حاسم من وليد، عادت إلى عمار غالب. ستار رمية جانبية، هناك لمسة يد، هل هي ركلة حرة أم رمية جانبية لفريق النفط؟ أحمد خالد، رامسيس بالرأس، كرة إلى خارج الملعب رمية جانبية. الآن رامسيس يشكو من إصابة، عمار غالب يحاول، كرة شتتت، علي، ستار، سامي هين، عمار غالب، يا سلام يا عمار، ولكن مرت إلى الخارج رمية جانبية لمصلحة نادي النفط. رامسيس ما زال يشكو من إصابة، شوف الحالة، عموما يعني ماكو احتكاك من هيليو لرامسيس. بعض الأحيان اللاعب يعني يحاول أن يقتل وقت بالسقوط، لكن الحكم أشار للمواصلة. بالسلامة لرامسيس، دقائق صعبة. النفط إذا ما بقي فائزا سيبقى بمركز التاسع، ينتظر نتيجة نادي دهوك بعد أن فاز نفط ميسان وقفز للنقطة الثانية والأربعين، 40 نقطة لدهوك مقابل 40 نقطة الآن للنفط، بينما أربيل سيبقى بمركز الثاني عشر ويتلقى الهزيمة الثانية عشرة، والنفط يحقق الفوز العاشر. رمية جانبية الآن سريعة ملعوبة، أحمد خالد، ستار ياسين، عمار غالب. انتهت ال6 دقائق، ننتظر صافرة حكم اللقاء السيد حيدر عدوان لتعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بتفوق النفط ب3 أهداف مقابل هدفين لأربيل.
تلعب الكرة بالرأس، أحمد عمار، هاليسون، سامسون، رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. دخلنا الدقيقة السابعة. هيلو فايق بالكعب بالراس، ملعوبة الكرة من هيلكورد قيس، وصافرة حكم اللقاء السيد حيدر عدوان تعلن فوز النفط على أربيل ب3 أهداف مقابل هدفين. الأهداف سجلت عن طريق حسام جاد الله بالدقيقة 39، فرانك سيدريك عادل الكفة بالدقيقة 45، وبالدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضايع أحمد خالد أعلن تقدم النفط من ركلة جزاء. وليد كريم أضاف الهدف الثالث بالدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وهيلو فائق قلص النتيجة بالدقيقة 74 لينتهي هذا اللقاء بفوز النفط على أربيل ب3 أهداف مقابل هدفين. مبروك لإدارة النفط، لجمهور النفط، لفريق النفط، وهارد لك لأربيل. سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.